اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا مينو وهو خليط لحوم بين الفراخ وبين اللحمه المفرومه ومحشي بالجبنه. هنشوف هنعمله ازاي وايه اسراره، بس قبل ما نبدا اشتراككم ودعمكم في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. معانا حوالي نص كيلو لحمه مفرومه وثلاث صدور فراخ، بس قبل ما نشتغل بيهم هنفرمهم تاني، ننعمهم خالص وبعد كده نرجع لكم تاني. طيب حبايبي، احنا عايزينها ناعمه قوي كده، سواء صدور الفراخ او اللحمه المفرومه. هننزل بقى بالتتبيله، يا ريت يعني نخلي بالنا من الخطوات ديت. ملح، ونخلي بالنا من نسبه الملح، وهقول لكم ليه بعد كده. شويه بابريكا حمراء، مع شويه خفاف قوي فلفل اسمر، مع شويه توم، واهم حاجه باكو بيكنج باودر. ننزل بكله عشان عايز اللحمه تنفش وهي في الفرن. اهي، هنخلط ده كله ببعضه ونشوف ايه الخطوه اللي بعدها. ودي بعد ما تبلناها ريحتها خطيره. اهم في الموضوع ده ايه؟ احنا عايزين يعني صحن زي ده كده، ألمونيا من ازاز، يكون بالشكل ده كده، اللي هو بيتعمل فيه اللي هو الكيكه اللي احنا بنعملها في البيت عادي، ماشي. وقبل ما ننزل فيه باللحمه انا بستعمل عندي السبراي دوت، ده عباره عن فت زي السمنه كده او الزبده. لو ما عندناش السبراي دوت فبنستخدم عادي حته زبده وندهنها بيه. اهم حاجه اللي احنا ندهنه كده كويس عشان اللحمه ما تلزقش فيه. خلوا بالكم من الخطوات ديت. بنجيب شويه لحمه بعد ما خلطناهم في بعض، لحمه الفراخ مع اللحمه المفرومه اهي. بنعمل طبقه كده، انا عارف ان هي يعني هتقعد تلزق في الايد، بس نحاول نفرد بيها الصاج كله مع بعض. طيب، دي اول طبقه اهي، ماشي. نفردها برضو كويس، نملى كل الزوايا اللي فيها كده اهي. بعد كده بقى احنا عندنا اللي هي الجبنه الصفراء دي، مقطعينها مكعبات كده. بنعمل ايه بقى؟ لو ما عندناش الجبنه الصفراء ديت وغاليه علينا، ممكن نستخدم اللي هي الجبنه النستون بتاعتنا اللي هي المثلث ديت. بننزل بشويه جبنه كده في النص اه. انا قلت اعمل قدامكم اول طبقه عشان بس وقت الفيديو بالطريقه ديت اهي. وبنرجع نعمل طبقه تاني ونحط جبنه، ونعمل طبقه ثالثه ونحط جبنه على حسب الحجم بتاع الصاج اللي معانا. وهرجع لكم تاني اوريكم شكلها النهائي يبقى عامل ازاي. شفتوا شكلها بقى عامل ازاي اهو. عملنا 3 طبقات، وبين كل طبقه وطبقه حطينا الجبنه. هنعمل ايه بقى الفينش بتاعها في الاخر؟ الجبنه، وهنحاول نغرزها فيها، مش نبقى مطلعينها بره، نغرزها فيها كده اه، بالشكل ده كده. والجبنه نغرزها لتحت، مش نخليها فوق، نغرزها لتحت كده. ونقوم جايين بسكينه عشان لما تنفش في الفرن ما تطلعش بره الصاج اللي احنا حاطينها فيه. وعاملين خط كده في النص، وننزل بعلامه اكس كده اهو، بعلامه اكس على قد ما نقدر كده. طريقه سهله وبسيطه، مش صعبه يا جماعه والله.
وجميله جدا ومش اول مره اعملها، خطيره بصراحه. وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 ولما تخلص هنوريها لكم. طيب بيكون ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الجمال؟ الجبنه نازله من كل حته ازاي اهي. ده شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن. بنحطها كده على طبق خشب زي ما انتم شايفين، وبنقطع كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عشان لسه سخنه صعبه شويه اهي. بنقطعها طرنشات كده اهي. اهي والجبنه فيها من كل حته زي ما انتم شايفين. ممكن ننزل معاها بشويه بومفريد مع شويه كاتشب، ممكن برضه ننزل معاها بشويه سباكيتي. برضه ممكن نعملها للاولاد اطفال سندوتشات الفينو وهم رايحين المدارس الصبح، احسن من اللانشون واحسن من الكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفها كده استوت. بسم الله. روعه. والتتبيله خطيره بصراحه. التتبيله زي ما انتم شفتوا مش كتير ولا حاجه، هو ملح، فلفل اسمر، وشويه توم بودره، وشويه بابريكا حمراء. اتمنى ان انتم تجربوها بصراحه، ولو عجبتكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وتدعموني في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.